صفقات الاهلي في يناير. لو سالتك وقلت لك ايه المراكز اللي ناقصه في الاهلي واللي محتاجها في يناير عشان يبقى فريق متكامل، تعال نفكر مع بعض كده. فكرت؟ تعال اقول لك الباك الشمال. برغم ان المركز ده فيه كوكا وشكري، الا ان المركز ده محتاج لاعب بجوده قريبه من علي معلول، خصوصا هجوميا ودفاعيا. برغم ان كوكا قدم اداء كويس، لكن احنا كلنا عارفين انه مش مركزه الحقيقي، وانه كتر خيره على المجهود اللي عمله، لكن هو مش باك شمال حقيقي. وعشان كده الاهلي بيتفاوض مع صاحب ال 19 عام، اللاعب المغربي فؤاد الزهواني، لاعب اتحاد تواركا المغربي. اللاعب ده من افضل المواهب اللي ظهرت مع منتخب المغرب للشباب، وهو نسخه من محمد الشيبي بس على الناحيه الشمال. مش عاوز اقول لك بقى على عرضياته ولا على ستايله في اللعب، وباك شمال متكامل. قلب الدفاع طبعا بعد الاداء الممتاز اللي بيقدمه ياسين مرعي، وخصوصا انه مدافع ايسر وبيلعب برجليه الشمال وممتاز في الكور العاليه والخروج بالكوره، بسم الله ما شاء الله عليه. وياسر ابراهيم كمان، اللي بالرغم انه مدافع كويس بس عنده 32 سنه، عشان كده ما ينفعش الاعتماد على الاثنين دول في موسم طويل زي ده، خصوصا انك لو بصيت للبدلاء زي اشرف داري مثلا دايما مصاب ومرشح انه يمشي، وعندك كمان بيكهام والعش بيتصابوا، وفي نفس الوقت جودتهم ما تشيلش خط دفاع بحجم خط دفاع الاهلي. فانت محتاج مدافع زي زين الدين بالعيد، لاعب شبيبه القبائل، وده لاعب الاهلي فوضه اكتر من مره، وهو لاعب ممتاز شبيه محمد عبد المنعم بس على اقوى واطول، وخروج بالكوره ممتاز، ولاعب شخصيته قويه جدا وهيعمل ثنائيه قويه مع ياسين مرعي. المهاجم الصريح، كلنا شفنا جراديشارو اللي بيقدمه، وبصراحه جودته مش فارقه كتير قوي عن مهاجمين الدوري المصري، ولما شريف بيلعب مش فارق حاجه عن جراديشار. الاهلي محتاج مهاجم كواليتي عالي، سفاح بمعنى الكلمه. مش هنقول زي وسام ابو علي، لكن ممكن نجيب افضل من وسام كمان. في اسماء مرشحه زي اسد الحملاوي وابراهيم دياباتي، بس انا شايف ان ابراهيم دياباتي مهاجم جزار حرفيا، وقوي وسريع، وعنده 25 سنه، وطوله 185 سم، وقيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت مليون و200 الف يورو، واعتقد مش هيكون في مشكله لو الاهلي خطفه بالسعر ده. دي المراكز اللي الاهلي محتاجها تقريبا في الشتاء. ولو انت شايف ان في مراكز الاهلي محتاجها او لعيبه كويسه الاهلي ممكن يضمها، اكتب لي في الكومنتات وقول لي رايك. ما تنساش تتابعني على يوتيوب او تيك توك عشان تشوف كل جديد في المحتوى المحلي او الاوروبي.